السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. عندي كلمتين صغيرين بس للقنوات الفضائية واليوتيوبرات اللي ليل نهار فلقنا باللانش بوكس. اللانش بوكس هنحط ايه للعيال فيه؟ احنا هنعمل لهم اللانشون. ده اول حاجة هنعمل لكم طريقة اللانشون باللحمة وبالفراخ. لا ده احنا هنعمل لكم كمان سندوتشات البانيه، بانيه سندوتشات اللانش بوكس. انتوا متخيلين يعني الحاجات دي بتاعت اللانش بوكس اللي العيال هتفطر بيها. هنعمل لهم المعجنات، الميني بيتزا، الانواع بقى اللي انتم يعني ما تخطرش في بالكم هنملى بيها اللانش بوكس. ده الجزء ده لكذا والجزء ده لكذا والجزء ده لكذا. استفزني اكتر حاجه النهارده واحده مذيعه جايبه واحده خبيره اغذيه وجايبه لك بقى ايه 8 لانش بوكسات كده فوق بعض، واحد للمكسرات. يعني الطفل وهو رايح المدرسه عشان هيقعد كام ساعه في المدرسه هياخد معاه اكل يكفيه 10 20 عيل وكانهم رايحين رحله. اللانش بوكس ده بالمكسرات، كله مكسرات. واحد تاني متقسم للفواكه. طيب في اطفال ما بتاكلش الفواكه، ما بتحبهاش، طب ده احنا نعمل لهم لانش بوكس بالفواكه المجففه. واحد تاني هنحط بقى فيه الاكل بقى المعمول في البيت، الهمبرجر واللانشون والسوسيس والبيتزا ايه ده انتوا بتقولوا ايه؟ غير بقى العصاير، غير المشروبات، غير الالبان اللي في البيت هيشربوها قبل ما ينزلوا، غير الزبادي. كمية انواع اكل بيتباروا فيها القنوات كلها واليوتيوبرات. انتوا بتخاطبوا مين؟ انتوا بتخاطبوا من اولياء الامور اللي ولادهم في مدارس الانترناشونال اللي بيدفعوا مثلا 300 و400 الف جنيه مصاريف للعيال. الناس اللي زي دي انتوا اهبدوا معاهم ليل ونهار. لكن نيجي بقى للي تحت بقى، الناس اللي ولادها في مدارس خاصه وزمانهم يعني دلوقتي بيصرخوا لان لما دخلوهم المدارس الخاصه كانت الجنيه له قيمه وكانت المصاريف قليله. دلوقتي كل سنه عماله تزيد. اما السنه دي بقى حدث ولا حرج، الارقام اختلفت، المصاريف اختلفت بتاعه المدرسه، اللبس، الشنط، السبلايز اللي ليل نهار قرفنا بيه، والكميه الطلبات اللي قد كده، ورقه قد كده ولا 2 3 مطلوبين في المدرسه، المناديل والحاجات اللي انتوا عارفينها بقى، والمعقمات والطلبات كلكم حفظتوها. الناس اللي في المدارس الخاصه دي مرهقين جدا دلوقتي. يعني زمان كل اب وام بيقولوا يا ريتنا ما دخلنا العيال المدرسه الخاصه. هنجيب منين كل ده؟ يعني لو احنا بنقول الطبقه بقى اللي احنا نزلنا بقى الطبقه الاقل كتير، الاقل كتير من الانترناشونال للخاصه والتجريبي، العيال هتاخد ايه معاه وهي ماشيه؟ الاكل اللي انتوا بتقولوا عليه ده، الكميه ده، هي العيال رايحين يقعدوا يوم كامل في المدرسه؟ لما انا اعمل لهم البانيه والاكل ده كله وهم رايحين المدرسه، اما لما يرجعوا هياكلوا ايه؟ يعني انا علشان اقف بقى ليله كامله اطبخ فطار عشان اللانش بوكس ده يتملي وده والاصناف، كل عيل عايز صنف، املى لهم بقى الاصناف دي كلها، ولازم المكسرات والنوتيلا. مفيش تعليم الا بالنوتيلا. يعني انت ينفع عيل يروح مدرسه الا بالنوتيلا؟ ما ينفعش طبعا. لازم كل حاجه تبقى موجوده، وكأن الفلوس دي متوفره مش عارفين نوديها فين. العيال بقى بتوع المدارس الخاصه بيتفرجوا على المدارس التانية، ما هو كله بيتعرض في التلفزيون. تلاقي العيل من دول قاعد بيبص لامه وابوه، اشمعنى احنا ما بتعملولناش الحاجات دي؟ انتوا بتضحكوا علينا، دول مش احسن مننا. هو في ام واب هيقولوا له الميزانيه لا تسمح يا حبيبي؟ ما ينفعش، اصل احنا المقدره بتاعتنا ما تعملش ده. احنا نقدر نعمل لك، نجيب لك الصبح كوبايه لبن بالعافيه وسندوتشين وانت واخدهم معاك في اللانش بوكس بتاعك. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا العيال دلوقتي بيقولوا احنا اهلنا بتضحك علينا. تيجي بقى الاب وهو قاعد منكسر كده وبيقول لك انا ابني جاي بيقول لي كلمتين وجعوني ومش قادر انفذ له اللي هو عايزه. احنا جينا كده للطبقه اللي فوق قوي، وبعدين الطبقه اللي هي المدارس الخاصه والتجريبي، ننزل بقى على المدارس الحكوميه اللي العيال يا عيني دول ما بيشوفوش حاجه خالص من اللي بنقوله ده. العيال دي مش لاقيه، يعني معظمهم مش لاقيين تمن اللبس،
ولا الشنطه ولا الجزمه ولا مصاريف المدرسه. مش هقول بقى مش لاقيين السندوتش كمان، بس بالكتير هيكون سندوتش ايه اللي رايحين بالمدرسه؟ سندوتش جبنه ومعاه طماطميه مثلا يعني. مش هقول بقى بيوفروا لهم كوبايه لبن ولا كوبايه زبادي، ده مستحيل. فاللي انتوا بتعملوه ده انتوا بتعملوا ايه؟ يعني انتوا دلوقتي مخليين الاطفال كلها او كل الطلبه بتوع المدارس بيبصوا لبعض وبيبصوا لاهاليهم. احنا ذنبنا ايه؟ ما تعملولناش ليه اللي غيرنا بيتعمل له؟ انتوا اللي مقصرين. ولا نلاقي عيل واقف بيبص على الاكل اللي بيتعرض ليل ونهار، المخبوزات والاكل الاشكال والوان. وانا نفسي مره ابويا وامي يحطوا لي في كيس، مش لانش بوكس ولا حاجه، كيس من الثلاجه، الكيس بتاعت الثلاجه البلاستيك، يحطوا لي فيه حاجه واحده من اللي بتتحط قدامنا ليل نهار في الفيديوهات وفي التلفزيونات. مره الام والاب هيعملوا ايه؟ ده الام والاب يعني لما عيالهم بيرجعوا من المدرسه بيكونوا مش عارفين هيقدموا لهم ايه وجبه الغداء. اذا كانت المدارس لما بتبدا بتخلي اي بيت مرهق من كل حاجه، المصاريف بتاعه المدارس ما بتخليش فيه فلوس اساسا للاكل بتاع البيت. فتيجي واحده تقول لك من الشيفات اللي طالعه ولا المذيعات والناس اللي بيجيبوهم، الامهات تدخل بقى المطابخ وتبدع في الاكل اللي هتاكله لاولادها الصبح عشان تفتح نفسهم. والسناكس بقى اللي بين وجبات ايه اللي هو لسه في سناكس؟ والمدرسه فيها وقت كبير قوي كده عشان تفضل كل شويه العيال هتطلع ده وتاكل ده ايه اللي انتوا بتقولوه ده واللي بتعملوه ده؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا عارفين يعني ايه ام تفضل تبدع في الاكل على اساس ايه؟ جميع انواع الاكل عندها دلوقتي، التلاجة مليانه والمطبخ ما شاء الله الدنيا يعني فله. هتدخل كل شويه تدخل تبدع للعيال؟ انتوا بتتكلموا في الكلام ده يمكن كان من زمان، يمكن من سنتين 3 4، اما كانت الامهات فعلا كل واحده تقول لك صحه ابني ولا بنتي، انا هدخل اعمل له حاجات نظيفه. دلوقتي لا وقت بيكفي ولا في فلوس تكفي ولا هما بيفكروا اساسا بالطريقه اللي انتوا بتقولوها، ولا اكل صحي ولا حاجه. الناس بالكتير بتقول يا رب اعرف اوفر الفطار لاولادي قبل ما ينزلوا يروحوا المدرسه. كوبايه اللبن والساندوتش دي يمكن اهم حاجه دلوقتي بيفكروا فيها. لكن الحاجات اللي انتوا عمالين ليل ونهار بتحضروها والاشكال والوان دي، العيال مش طالعه رحلات، العيال رايحين يتعلموا، هياخدوا معاهم الكتب بتاعتهم والسندوتشات اللي هياكلوها في الفتره اللي مسمح لهم فيها في الاكل. انما اكتر من كده انتوا نازلين هبد واستهبال واستعباط، بتحسسوا الناس بالعجز. لما تبقوا عارفين ان الناس مضغوطه وطالع عينيها ومش قادرين يعملوا اي حاجه والفلوس ما عادتش بتجيب حاجه، وقاعدين تبدعوا لي في اشكال والوان اللانش بوكس اللي هيتحط للعيل في الشنطه. ارحمونا، حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. استقيموا يرحمكم الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.